ستات كتير ما بتفكرش انها هترضع طبيعي الا بعد الولاده، ودي غلطه كبيره. اهلا بكم، انا محمد عبد الرحمن، ودي قناه فيما وراء الصيدله اتعالج صح. لو اول مره بتتابعنا فضلا اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الرضاعه الطبيعيه من اساسيات دور الام وبتكمل مشوار الحمل، وزي ما كنا بنقول ان الست الواعيه تخطط كويس للحمل وتحافظ على صحتها وتغذيتها لنمو الجنين والولاده الطبيعيه، كمان بنقول ان المشوار بتاعها ده هيكمل بالرضاعه الطبيعيه باذن الله. وهنا في قاعده هامه بنبني عليها كلامنا، الا وهي ان الست من البدايه وبمجرد ما خدت قرار الحمل لازم تسخر مجهودها الهدف انها تبقى ام، وتبقى عارفه ان خلال سنتين على الاقل هي مصدر نمو وتغذيه ابنها سواء وهو جنين او وهو رضيع. الاهتمام بصحه وتغذيه الحامل زي ما بيزود نمو الجنين كمان بيأهلها انها ترضع طبيعي، وده بيبان بتغير حجم الاسداء والحلمات في اخر فتره الحمل. وبمجرد ما تتم الولاده بيكون لبن السرسوب هو افضل ما يمكن تقديمه للمولود الجديد كقيمه غذائيه وكمان كعلاقه انسانيه تربط الرضيع بامه. علشان كده الست اللي مش محضره نفسها كويس بتتفاجئ بعد الولاده ان صدرها ناشف ومش قادر يدي للرضيع كل احتياجاته، ونبدا ندخل في دوامه اللبن الصناعي. طيب ليه انا بسميها دوامه؟ اولا لاسباب علميه، لان لبن الام هو الافضل وكل اللي بتعمله الشركات حول العالم انها بتحاكي لبن الام. ثانيا لاننا في الشرق الاوسط وافريقيا للاسف ضحايا الشركات المصنعه اللي بتخالف معايير واخلاقيات المجال وتحط في التركيبات مواد ضاره زي بعض انواع السكر وزيت النخيل والاضافات والمحسنات اللي لا تجرؤ شركه منهم على وضعها في اسواق اوروبا وامريكا. ثالثا بعض الشركات دي بيدعم الكيان المحتل، وده ممكن يفسر ليه هم بيخالفوا المعايير في البان ولادنا لانهم اعدائنا. رابعا ان اللبن الصناعي دايما بيكون مصحوب بمشاكل زي مغص وقيء وحساسيه وغيرها، ده غير ان تحضير اللبن بيستلزم وجود ببرونه، ودي للاسف برضه في الغالب بتكون بلاستيك، وسوء استخدامها واننا نحضر اللبن فيها بميه مغليه بيحول البلاستيك لحاجات مسرطنه، ونفس الامر بينطبق على الحلمه بتاعه الببرونه. خامسا طبعا شوف حضرتك علبه اللبن الصناعي دلوقتي سعرها كام، وشوف الطفل على الاقل محتاج كام علبه في الشهر، فهل ده مش اولى يخلي زوجتك ترضع طبيعي وتوفر ليكم ولابنكم حنفيه الفلوس المفتوحه على الفاضي دي؟ انا عن نفسي في صيدليتي الحمد لله ما عنديش البان صناعيه خالص، وما بنصحش حد يستخدم الالبان الصناعيه. سادسا اغلب اللي بيعتمدوا على اللبن الصناعي في مصر للاسف يا اما سيدات عندهم سوء تغذيه ونحافه ومحدش وعاهم خلال الحمل وبعد الولاده، وفي نوع تاني ما اعتقدش بيشكل عدد دلوقتي الا وهو الست اللي خايفه ترضع علشان جسمها شكله ما يبص. للاسف في الخليج عندهم قناعه ان الست اللي بترضع دي فقيره، وبيتباهوا مين يجيب لبن صناعي اكتر من جاره واخوه. عموما دي كلها اعتبارات مش عامه لكل الستات، اللي اقدر اقوله هو العكس، كل ست تقدر ترضع طبيعي، والصح لكل ست انها ترضع طبيعي. طيب لما هو كده هل معنى كلامي ان اللبن الصناعي ملوش لزوم ونهمله خالص او نمنعه؟ لا طبعا. بالنسبه للست اللي ما عندهاش مشاكل صحيه كليه او جزئيه انسي اللبن الصناعي، ربنا ما يكتبه على عيالك. لكن في حالات تانية الام مثلا توفاها الله اثناء الولاده او بعد الولاده، هيصعب علينا ان يكون في ست تانية قريبه ترضع المولود طبيعي، وان كان ده اولى ان احنا نلاقي حد يرضعه طبيعي، لكن لو ما فيش خلاص احنا كده مضطرين نلجا للصناعي. في كمان حاله ان الام ابنها يكون دخل حضانه وهي طالعه من الولاده بمشاكل صحيه ومش عارفين نجمع منها لبن طبيعي ونديه للطفل في ببرون، هنا احنا محتاجين الصناعي. في كمان حاله ان الست يكون عندها مشكله عضويه في الثدي نفسه، او يكون عندها مرض بتاخد له علاج بينزل في اللبن، فلازم نوقف الرضاعه الطبيعيه وندي صناعي. في كمان بعض الحالات المرضيه للطفل نفسه بتكون فيها الام نوعا ما اهملت او قصرت الطفل بقى الرضيع من سواء من عمر يوم او 6 شهور او سنه، الولد تعب باسهال او ترجيع او مغص او حساسيه، ساعتها هنا الطبيب بيوصف لي نوع لبن مناسب للحاله LF AR EC AH. في كمان حالات الاطفال الخدج المبتسرين اللي وزنهم اقل من 2.7 كيلو، ليهم البان خاصه، بس كل دي استثناءات مش قاعده، وغير كده الاولى هو الطبيعي. ليه بقى نلاقي زميل طبيب بدون اي اسباب كاتب لبن في روشته الولاده؟ ليه زميل صيدلي ينصح اسره جايه بتصرف منه علاج بعد الولاده بنوع لبن معين ويوهمهم ان ده اللي هيعمل من ابنهم سوبر بيبي؟ للاسف ده جرم اخلاقي ومهني كبير، والمنتسب الصحي النزيه هينصح الام برضاعه تامه ساده بدون لبن صناعي ولا حبوب مطحونه اول 6 شهور على الاقل. وبالمناسبه الحبوب المطحونه دي اللي هي زي سيريلاك وريري وهيرو وغيرها دي كلها عباره عن رز مطحون او قمح مطحون، ساعات بيكونوا ساده ساعات عليهم اضافات، لا يصح اعتبارهم لبن ولا يصح اننا نخلي الرضيع يعتمد عليهم بشكل كامل يومي، ولكن ممكن من الشهر السادس ندي للطفل ده او للرضيع ده وجبه بسيطه مره او مرتين في اليوم، وننتبه كمان لمعدته علشان بيسببوا مغص وانتفاخات وترجيع وغيرها. معده الطفل يا جماعه اول 6 شهور عباره عن بالونه، ولحد سنه برضو الهضم بيكون على قده، واحنا نقدر من الشهر السادس ندخل اكل بس بالعقل، مش فته وملوخيه ولحمه من طبيخ تيتا. نقدر ندي للطفل او للرضيع بياض بيض، حته من الجبنه القريش، نص الزباديه اللي تحت عشان ما يكونش فيها وش وقشطه، ممكن بطاطس مسلوقه مهروسه بدون ملح او اضافات، بطاطا حلوه مسلوقه مهروسه، بتنجان، تفاح، جزر مقشر طبعا، ويتعملوا بنفس الطريقه. ممكن كمان نشرب الطفل ميه من الشهر السادس، لكن الاصح والاولى هو اللبن الطبيعي لحد الفطام. والام لازم تفهم ان اي غذاء الطفل هياخده بدل الرضاعه منها هي كده لبنها هيقل مش هيزيد. يعني الناس الناصحه اللي بتجيب علبه لبن وتقول انا هخليها عندي احتياطي هتساعد مع الطفل، دي بتضر وبتسبب ان لبن الام يقل لان استهلاك الرضيع بيقل منها. المطلوب ان الرضيع يتعلق بامه ويرضع منها بانتظام كل ساعتين. المهم تتغذى كويس زي الستات الكبيره الواعيه ما بتنصح من بعد الولاده بالاكل والمغات والحلبه والشوربه وغيرها، تشرب ميه وسوائل وعصاير ولبن، ودايما تاكل منتجات
قيمتها الغذائيه عاليه، بس تخلي بالها طبعا من وزنها ومتابعه السكر علشان ما نخشش في سمنه وامراض سكر. تعرف انها مرايه لابنها، اذا اتغذت كويس وحافظت على مناعتها لبنها هيكون كويس ومناعه ابنها هتبقى مظبوطه. ساعات بتيجي ام تشتكي ابني دايما عنده مغص وغازات ومناعته ضعيفه ونموه متاخر. السبب واضح، انت السبب، انت مش مهتمه باكلك، وبالتالي هو هيرضع لبن ملوش قيمه. كمان قله شرب السوائل بتخلي لبن الام يعمل مغص وانتفاخ لان ما فيهوش ميه. علشان كده بنقول المرضع تروي نفسها هتعرف ترضع. وبالمناسبه برضه قله شرب الميه للام بتسبب مشاكل ليها نفسها، جفاف، دوخه، هبوط، بواسير، وبتعمل حتى مشاكل موضعيه في الثدي. تبدا الحلمه تشقق وتألم الام، وممكن تعمل جرح، ممكن ينزل منها دم. هنا الحل هو زياده الميه وان الام تتروي. واذا حصل وجالها مشكله في الحلمه، في انواع كريمات امنه تقدر الام تستخدمها موضعيا وترضع منها الطفل. وتقدر كمان تستخدم حلمه ثدي موضعيه تحميها من ضرادير الرضيع اللي بيعضعض اثناء الرضاعه، وبتكون مؤلمه جدا للام. الحاله الوحيده بس اللي نوقف فيها الرضاعه لو في دم او صديد بينزل من اللبن. هنا احنا مضطرين نوقف رضاعه من ثدي لو الدم والصديد بينزل من ثدي واحد، او لو الثديين مضطرين نوقف رضاعه من الثديين ونستخدم اللبن الصناعي. وهنا انا بنبه خلال الفتره دي ان الست تستخدم شفاط ثدي تطرد بيه اللبن الفاسد بالدم او بالصديد علشان تحافظ على انتاجها، والا لو تراكم اللبن هينشف الصدر، خصوصا لو قعدنا اكتر من 3 ايام. من الملاحظات المهمه للرضاعه الصحيحه، هنرضع كل ساعتين. اروي نفسك، حسني اكلك علشان لبنك يتحسن. الرضيع يكون في وضع 45 درجه، الام ما تكونش نايمه، لازم تكون مصحصحه وقاعده. الام تكون ماسكه صدرها بصوابعها علشان تمنع الثدي من انه يكتم نفس الرضيع، ودي حاله للاسف قاتله. ياما رضع نفسهم اتكتم بغلطه الام. علشان كده بنقول دايما لو ابنك صحاكي من احلى نومه، معلش اتعيد لي واقعدي رضعيه وتاكدي انه بيتنفس كويس طول وقت الرضاعه، ما تغفليش. ولو بيخنفر اديه نقط انف ملحيه قبل الرضاعه. ودي بالك تعبك ده هتؤجري عليه. انت عايزه تخشي الجنه ببلاش. كمان بنوصي الام تكرع الطفل على كتفها بعد كل رضعه، تحطه على كتفها، تديله خبطات بسيطه كده بين الكتفين هيتكرع. ونصيحه، خليه على كتفك دقيقتين 3 كمان علشان تضمني ان اللبن نزل معدته وانه ما يرجعهوش. لازم تدلكي بطن الرضيع مره مرتين في اليوم علشان المغص. لازم تنيمي الرضيع على ظهره وترفعي رجله لفوق مره في اليوم لطرد الغازات. طيب بخصوص اللبن الصناعي بقى، لو اضطرينا لاي سبب نستخدمه، في اساسيات نحطها في بالنا. لازم نلتزم بعدد المكاييل وجدول الرضاعه اللي على العبوه، ده اولا. ثانيا، الببرونه والحلمه خط احمر. يا تجيب ببرونه كويسه وتعقمها كويس، يا صدقني هتاذي ابنك. ودايما نفتكر ان الببرونه الازاز افضل من الببرونه البلاستيك. طيب سعادتك بتجيب علبه لبن ثمنها قد كده، هات بالمره ببرونه نظيفه وغير الحلمه بتاعتها بانتظام، ما تسيبهاش لما تصفر ولونها يغير. التغييرات اللي بتحصل للبلاستيك غير مرئيه، انت مش هتشوفها، علشان كده لازم تعمل احتياطات. ثالثا، اللبن يتحضر في ميه دافيه اتغلت واتسابت تهدى، وندوب البودره كويس جدا جدا جدا. ولو مع الوقت الرضيع بقى عنده غازات او مغص، ممكن نزود ميه التحضير، بدل ما هي مثلا 30 مللي لكل مكيال نخليهم 40 مللي لكل مكيال. لو بترضعي صناعي انصحك تفطمي ابنك بعد السادس وتعاملي بالاغذيه اللي تنفع للسن ده، وبالحبوب، ده افضل لرضيعك واوفر لك. اخر حاجه هنقولها هي امتى الام تفطم وازاي تفطم. امتى تفطم في نظري؟ بعد سنه، سنه ونص، او سنتين من عمر الرضيع. ازاي تفطم؟ اولا هي تبدا مع الرضيع رحله الغذاء زي ما شرحنا، بس بمجرد ما تقرر تفطم لازم تبعده عن صدرها من 3 ل 7 ايام. الطبيعي ان اللبن هيتراكم، ما تتخلصش منه بقى او تنزله بشفاط، احنا عاوزينه يتراكم علشان يدي اشاره للمخ فيوقف انتاج اللبن ده. ممكن بس تستخدم مسكن ودهان للتورم تحطه موضعي على الثدي وتعمل كمادات بارده. للاسف هنا برضو في ستات بتقول لا انا عاوزه اقراص للفطام، عايزه اخلص. الاقراص دي بتكون فعاله وامان، خصوصا الانواع اللي بتتاخد نص قرص كل 12 ساعه على يومين. بس طبعا المهم هنا قبل ما تاخد الاقراص دي لازم تمنع الرضيع عن صدرها، لازم تمنع الرضيع عن صدرها وبعدين تاخد الاقراص. انا عموما المبدا بتاعي ليه اعتمد على دواء وانا عندي الطبيعي الفعال والامن. الطبيعي يكسب يا جماعه. دمتم اصحاء.